حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده وصلت لي هديه من اليوتيوب، تعالوا هوريكم وصلت لي ايه، وكمان اشتريت شويه مشتريات كده هوريها لكم مع برضو اليوم بتاعي. النهارده عملت حاجه حلوه هوريها لكم انا عملت ايه، وفي كام حاجه كده هوريها لكم. فيلا بينا كده نبتدي الفيديو على طول. بس ما تنسوش قبل اي حاجه تحطوا اللايك الجميل، ولو انت اول مره تشوفيني تعملي سبسكرايب للقناه او اشتراك، وتفعلوا اهم حاجه اشعار الجرس، وتتابعوني على حساباتي على الانستجرام والتيك توك والفيسبوك. هسيب لكم اللينكات كلها في الديسكريبشن بوكس. بصوا بقى، اول حاجه هوريكم الهديه اللي جات لي من اليوتيوب. تمام، كانت مبعوثه على شركه بوسطه. بصوا بجد انا كنت بضحك اول ما شفتها. بصوا جات لي ايه. نشوف هنا في حاجه تانية، لا هنا كده مش حاجه تانية. بصوا هنا كده يوتيوب. تمام، دي كده ايه، هديه من اليوتيوب. تعالوا نشوف اليوتيوب بعت لنا ايه. طبعا ما ننساش طبعا في اللي هي المطعم اللي عزمنا فيه في الاهرامات، مش هننساه بصراحه. تمام، عشان ايه، بصوا بقى معايا اهو. حاجه تانية كده ايه، حاجه تانية. تمام، دي الهديه بتاعت اليوتيوب. واهو طبعا المفروض ان هي كانت جات لي اللي هي اضاءه الكاميرا اللي هي الاكشن دي، بس انا اخترت مكانها اللي هي العزومه في المطعم. تمام، وهنا الكلام زي ما انتم شايفين اهو. المهم جالي ايه، اول حاجه ده ستيكر، ده بتحطيه كديكور بقى عندك لابتوب، في اي ديكور بتحطيه وانتي بتصوري من ورا فبتحطيه. تمام، دي ستيكرات اهي، يوتيوب والكرييتس يوتيوب كده يعني. تمام، فبشكر جدا اليوتيوب. بعد كده الحاجه دي، بس دي بقى المضحكه بالنسبه لي. طبعا بشكر اليوتيوب طبعا على الهدايا، ان هو على الاقل ان هو بيشجع صناع المحتوى يعني. تمام، بس كده انا خدت الهديه بتاعتي يعني، بس دي هديه تانية ايه اضافيه. استنى ايه افتحها لكم. ده هينفع في الشتاء. جالي شراب من اليوتيوب، يعني اصلا يوم ما هلبسه يعني هخرج يعني اقول لهم اليوتيوب بعت لي هديه شراب. فلا بجد شكرا 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 من اليوتيوب. بصوا تمام، ده الهديه حلوه كله جميل. فهنشيل ده كده، نرجع نشيل ده كده عشان نوريكم بقيه المشتريات. بصوا بقى، في حاجات من المشتريات اللي انا جبتها بصراحه يعني انا استخدمتها، وحاجات مش عارفه ايه لبستها وهكذا. بقى انا هوريكم الحاجات اللي لسه ايه حاليا. ده انا اخدتهم كلهم معظمهم، بس كده انا عامله حسابي اصلا ان انا في حاجات انا مصورها لكم اصلا هتنزل مع الفيديو ده. تمام، بصوا يا حبايب قلبي، انا لما نزلت عايزه اشتري هدوم شتوي لبنتي بصراحه، فما لقيتش يعني لما نزلت المكان ده عشان اجيب شغل يعني، فما لقيتش غير دول. تمام، هوريكم اللي انا جبتهم يعني ايه لبنتي. ما عندهاش اي هدوم شتوي نهائي، فانا لسه هجيب لها من اول وجديد. دي اللي هي الدفايه كده اللي بتبقى في البيت. تمام، جبت لها وسيله نظام مهير، دي عادي اللي هي بتلبس، ممكن تلبسها عادي يعني تحت هدوم. وانا حاساها كبيره اصلا، هي المفروض ان دي بتاعت2 وحاساها كبيره. انا البنت مش عارفه كده تحسها مقروده. وده البنطلون كبير جدا عليها طبعا، مش عارفه اقص ولا مش عارفه اعمل فيه ايه، بس ده لسنها مش عارفه طلع كبير قوي عليها. فالكبير احسن من الصغير، بما ان كده هي ما عندهاش اي هدوم نهائي. طبعا سامعين صوتها. المهم دي جبتها بكام تقريبا مش عارفه 70 والله ما فاكره يعني، انا جايباهم مش فاكره. طيب تاني حاجه جبتها ده اصغر شويه برضو، دي بتاعت سنه، فانا قلت له لا انا هاخد واحده من دي واحده من دي. دي سنه وبرضو كبيره عليها، فدي برضو نظام دفايه كده قطيفه. ما لقيتش يا جماعه لما نزلت تقريبا كان من اسبوعين ما كانش فيه اي هدوم شتوي غير الحاجات دي بس. فدي اللي انا اشتريتها، والبنطلون بتاعها برضو كبير جدا.
ودي برضو بنفس السعر. تمام اهو بصوا كبير. فانا لسه عايزه اشتري حاجات ليها، لاني انا الحاجات اللي قبل كده طبعا ابني بقى ولد وكده، فالهدوم كلها وزعتها. في برضو ترنج لقيت عند واحد تاني، لقيت ترنج وده كان اخر ترنج. سامعين صوتها؟ هي عماله بتنده. بصوا ده ترنج حلو قوي، بس كان عشان هو اخر واحد، هو هنا كان مقطوع، فانا قلت مش مهم انا هخيطه. تمام، هي بس ايه يعني الفتله بتاعته فلتة. تمام، بس انا عشان ما كانش عندي وكان الجو الشتا في ساعتها، احنا لبسنا شتوي ورجعنا قلعتها تاني دلوقتي، بس انا هرجع لابسها شتوي تاني، بس عشان ما فيش نهائي فانا اضطريت ان انا اجيب ده الترنج القطيفه وده. فانا دلوقتي حاليا ممكن الاقي حاجات شتوي نزلت، بس في الوقت اللي انا نزلت فيه ما كانش فيه، يعني كان لسه ايه الناس بتنزل وكده. ده كان بكام؟ ب140، اخدته منه ب130 او 120، 130 او 120 يعني في الحدود دي. تمام، قلت له ده عشان اخر واحد ودي هوديها عند الخياطه مش عارفه ايه هكذا يعني. تمام، دي كده الهدوم بنتي اللي انا جبتها، ما عندهاش هدوم خالص، ولا شتوي خروج ولا بيتي ولا اي حاجه. طيب جبت ايه تاني؟ لا دي حاجات ابني، وجبت له شميز، بس انا مش بصراحه مكسله ان انا اقوم فمش هوريه، مكسله. جبت ده يا بنات، جبت ده مش عارفه بقى لو انتوا جربتوه قولوا لي هو حلو ولا وحش. جبت ده اللي هو بقدونس وكرفس. بيقولوا ان هو حلو، بيخسس، مش بيخسس، هو بينزل الميه اللي في الجسم، عشان البنات اللي هي بتشرب ايه الحاجات المالحه واللي هي المشروبات الغازيه زي البيبسي وكده، فبيكون طبعا كل ده ايه ميه في الجسم. فانا جبته علشان اشوف يعني هل هو حلو ولا وحش، فانا مش عارفه. فالبنات اللي جربته يا ريت تقولي. وبرده انا بستخدم السكر العادي بصراحه، فمش عارفه ده بيتشرب كده ولا بسكر، لسه ما جربتوش. وجبت برضو ده مشروب كاكاو، عشان ايه احطه كده في اللبن، عشان انا ما بشربش لبن، فانا هشربه ايه يا اما بده يا اما جايباه للعيال. تمام، هجرب يعني، بس انا بحاول مع بنتي ان انا اديها اللبن من غير اي اضافات، ولا مشروب شوكولاته ولا اي حاجه. تمام. وجبت ده، وانا بجيب الهدوم جبت من ده 3 طبعا، ده اللي موجود حاليا، وجبت حاجات كتيره طبعا ايه كله خلص. تمام، المهم تعالوا اوريكم بقيه الفيديو. لو انتوا وصلتوا لحد هنا يا جماعه ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. بصوا بقى تعالوا نعمل ام علي بالمكسرات من حلو الشام. طبعا انا جايباه من بدري وعملته من بدري، الفيديو ده متصور من بدري، اكيد هتلاحظوا من لون النيلز، فيعني عشان كده انا نسيته اصلا فنزلته لكم دلوقتي. المهم سهل جدا، مش محتاج اي افتكاسه، بس عشان اللي مش عارف يعمله ازاي انا هوريكم احنا بنعمله ازاي. تمام، طبعا هنا انتي بتستخدمي سواء بقى البرام او الطاجن، شوفوا انتوا بتقولوا عليه ايه، في بقى الحجم ده وفي الحجم اللي هو الصغنن ده، عارفينه بتاع الحلويات اللي هو بتاع ام علي او الرز بلبن، في اللي هو الصغير ده. المهم انا حطيته بقى ايه، حطيته في الكبير ده، الطاجن الكبير ده. خلاص، هنستخدم قد ايه لبن؟ هنستخدم كيلو الا ربع، 3/4 اللبن، يعني 3/4 كيلو اللبن. تمام، اللي هي 750 جرام. فانا كسرته بالشكل ده. بعد كده هتضيف عليه اللبن يكون دافي، يعني مغلي ودافي، ما يكونش سخن. تمام، فبعد كده بقى هضيفه على الطاجن ده، بس طبعا بتحطي السكر بتاعك حسب الرغبة. انا هحط مثلا حوالي 3 معالق. تمام، لو انت عايزاه مسكر حلو زودي معلقه. انا بالنسبه لي ده ما كانش مسكر، ويعني عشان مش عايزه سكر كتير، فاهمين قصدي؟ فانا حطيت 3 معالق كبار، يعني ما يعادل 6 معالق صغيرين، فحلوين. تمام، فهقلبه كويس كده. وهنا كنت بدوق يعني مسكر قد ايه، عشان انا مش عايزاه حلو، مش عايزاه حلو قوي يعني اللي هو معسل ده، لا مش عايزاه كده. تمام، بعد كده هقوم حطاه في الطاجن. المفروض ان انتي بتحطي كيلو الا ربع، انا حاطه بصراحه اقل. تمام، لاني بعد ما انا عملت غليت كيلو اللبن يعني اتشرب منه، متسألنيش ازاي بس اتشرب منه. المهم ما كانش عندي حل تاني غير ان انا اعمله كده. هتسيبوه بقى في الفرن، لازم الاول تكون على درجه حراره 180، تكون سخنه من قبلها. هنا بفضي المكسرات اللي جايه معاها،
في بقى لو انت عندك مكسرات اضافيه زي الزبيب، زي جوز الهند، فول سوداني، حط اللي انت عايزاه. اي مكسرات اضافيه عندك بتحبيها ضيفيها. تمام. طبعا هتحطي بقى سواء قطعتين زبده هيبقوا طعمهم حلو او سمنه، فانا حطيت قطعتين من الزبده. تمام، عشان تديها وش حلو. فالمهم لازم برضو تكوني مسخنه الفرن بتاعك على 180 وتحطيها 10 دقايق بس. يعني لازم تدخليها تكون سخنه، لان الوقت بياخد من الوقت الفرن لما هي لسه هتسخن وكده، فسخنيها قبلها وحطيها 10 دقايق. طبعا انا نسيتها، بدل 10 دقايق خليتها تلت ساعه، بلس ان اصلا اللبن قليل. يعني متخيلين هي شربت كل اللبن، المفروض انها تكون اطرى من كده. اللبن كان قليل حوالي قولي نص كيلو، بلس ان انا خليتها تلت ساعه، فهي شربت اللبن كله. فخلوا بالكم تعملوا ازاي. طبعا انا عشان بنتي وكده فتلاقيت معاها بنسى الحاجه اللي انا بحطها في الفرن فنسيت. فالمهم لو انتوا بقى حسيتوا ان الوش محتاج اكتر، يعني بعد 10 دقايق هتحسوا الوش. طبعا هي هنا انا كنت مديها وش على الفرن اصلا، الشوايه يعني من فوق، فانتوا خلوا بالكم عشان ما تقولوش ان هي ايه ده لسه هسيبها كمان شويه فتلاقيها نشفت. لا، شغلي الشوايه عليها تديها وش وخلاص. تمام. المهم هنا بقى قلت احضر حاجه بقى عشان اكلها، حاجه سريعه. فانا عملت ايه، قلت استخدم العيش ده عشان عايزه اعمل لكم عنه ريفيو، هو والحاجات كلها اللي انا جبتها للحاجات اللي هي الدايت او السناكس الدايت وكده. فقلت هنا عايزه ادوق طعمه ايه في السندوتشات. المهم قطعت بقى طماطم وقلت هعمله سندوتش، هجرب يعني في السندوتشات حلو ولا لا، بيتكسر ولا لا. فانا هستخدم ايه، انا هستخدم كفته، كنت عامله كفته بقى. فقلت حلوه يعني، هتيجي نفس المساحه مع طماطم وهتبقى يعني سندوتش زي الفل. طبعا كل ما تكتري طماطم خضار بتاع وانت بتعملي دايت فده هيبقى حلو، يعني هيشبعك، فاهمه قصدي. طيب بعد كده بقى حطيت بقى من الصوص ده اللي هو التكساس صوص، ده تحفه يا بنات. تكساس برجر ده بيدي فعلا نكهه الشوي، عارفين انتوا، بالذات بقى في البرجر. تمام. طبعا عملت معاكم قبل كده، فانا بقيت استخدم الصوص ده بصراحه في كل حاجه. فان شاء الله هعمل لكم ريفيو قريب عن العيش الريفي ده وكل الحاجات اللي انا اشتريتها قبل كده بخصوص الدايت. وده كان سندوتش النهارده او غدا النهارده، وعملنا الحلو طبعا. وبس كده، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. لو انت لسه ما عملتش لايك للفيديو اعملي لايك واشتراك في القناه او سبسكرايب، وما تنسوش تتابعوني على كل السوشيال ميديا، الفيسبوك، التيك توك، الانستجرام، كل اللينكات هتلاقوها في الديسكريبشن بوكس. واكتبوا لي في الكومنتات حابين الفيديو الجاي يكون عن ايه، وسواء بقى ريفيوهات، وصفات، كل حاجه. اشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.